ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ انا عبد الرحمن سلامي اسيستنت. اعملوا سبسكرايب ولايك زي ما انا كاتب هنا، ماشي؟ المهم، عايز بس ابدا ما اخش قبل ما اخش في موضوع الفيديو، عايز اقول لكم حاجه. لو انت تعبان، تمام؟ يعني انا عايز اقول كده بالنسبه ان انا تعبان قوي. لو انت تعبان صدقني دي حاجه كويسه، فاهم؟ ده اشعار ليك ان انت جايب اخرك، فانا بحييك، فاهم؟ لو انت تعبان فبحييك ان انت كده ايه، جسمك بيقول لك او عقلك او حياتك بتقول لك انت جايب اخرك. لو انت تعبان، لو انت بتبص على كتاب كده مش قادر تبص له، فانت جايب اخرك، عايش حتى لو من صفحه، فعلى الاقل على الاقل انت جايب اخرك. مش واحد تاني ايه مش جايب اخره، ما يعرفش ايه اخره اصلا، ده عبيط وهبل، ده سيبك منه. اللي مش تعبان ده فيه مشكله، فاهمني؟ بس انا ايه ادعوك بقى ان انت ايه تزود اخرك ده شويه كبير، ماشي؟ بس احييك، فانت جبت اخرك فعلا وتعبت، فاهمني؟ فدي حاجه كويسه ان انت ايه عارف ان انت ما قصرتش. انا كده في السليم، فاهمني؟ بس أم، موضوع بقى الفيديو، هقول حاجتين. اول حاجه جالي سؤال على جروب الواتساب اللي هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. صدقوني يا جماعه جروب الواتساب ده مهم، خش فيه. هتلاقي ايه، جروب اساسي اسمه ثانويه اسيستنت، وجروبات تانية بقى ايه لكل فرع: علم علوم، علم رياضه، ادبي، مش عارف ايه كده يعني. تخش فيهم عشان لو تسال حد عن ملزمه بتاع المدرس الفلاني ده عامل ازاي، طب المدرس دوت نزل الكويز بتاعه ولا لا، الحاجات دي. انا بقى في الجروب الاساسي بتاعي بنزل فيه الحاجات المهمه. حد مثلا سالني سؤال دوت اللي انا هرد عليه دلوقتي، بعت الفويس، كان فويس دقيقتين بعته على الجروب. فاللي هو ايه، حطه، ما تعملوش ميوت، ما ببعتش حاجات كتير اصلا. بس ايه يعني لما ببعت حاجه بتبقى مهمه، فاهمني؟ يعني لو بعت حاجه كذا حاجه يبقى كلهم مهمين. فخلونا نخش في موضوع الفيديو. مبدئيا كده في حد سالني قال لي: عبد الرحمن، انا دلوقتي في الواجب بحل السؤال، وبعد كده اتفرج على اتاكد من المستر، بعد كده بحل السؤال اللي بعده، وبعد كده اتاكد من المستر، بحل السؤال التالت ما عرفتش برضه بتاكد من المستر، بشوف حله ازاي وبعد كده اعمله. هل ده صح ولا المفروض ان انا احل السؤال اللي احل الواجب كله ومش عارف ايه؟ بص، بديهيا انا المفروض ان انا احل الواجب كله لوحدي. طب لو انا مستواي ضايع، لا، اتفرج على المستر. الملخص ايه يا عبد الرحمن؟ لو انت مستواك ضعيف، خش اتفرج على ال الفيديو بتاع الواجب، سؤال سؤال. الشرح جاي، بس انا بقول لك الاجابه دلوقتي. لو انت مستواك كويس، لا، حل الواجب كله. حتى لو بتغلط، يعني مثلا لو هم 20 سؤال وانت غلطت في 7، كمل على هذا المنوال، فاهمني؟ لكن انا بكلم بقى اللي هو واحد ايه، هو خلاص ما بقاش اسمه بيحل، هو اسمه عطلان. عمال يحاول في الخامس شويه، في السابع شويه، في الثامن شويه، فاهمني؟ ده اسمه عطلان. لا، بخش على المدرس، لان دوت بيبقى محتاج ايه، طريقه التفكير من المدرس، فاهمني؟ فبالتالي لما هو يتفرج على السؤال الاولاني وبعد كده يحل السؤال التاني وبعد كده يحل، عمال يزود افكاره مع كل سؤال. يعني هو في السؤال الاول كان شخص، في السؤال التاني بقى شخص تاني خالص. واخد بالك انت؟ ده كده ايه حتة. اتفرج على المدرس بعد كده ابص، 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 فاهمني؟ مش عارف عدتها كتير اوي كده ليه، هموت من التعب والله، فاهمني؟ فايه، دي كانت اللي هو الاجابه على الموضوع ده. لكن انت في الاخر هدفك ايه؟ يعني انت هدفك ايه في الاخر؟ تحل كله لوحدك، فاهمني؟ فانت ايه، يعني اوصيك ان انت تعمل كده، تتفرج على المدرس بعد كده تتفرج على المدرس بعد كده تخلص الواجب كله كده. بعد كده ايه، تشوف لك اسئله تانية مش نفس الاسئله على نفس الدرس، تحلها لوحدك، لان انت هدفك في الاخر ايه، تحل لوحدك.